الله لمدة 20 سنة. انت متخيل معي 20 سنة في معصية الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديونا الليلة بيختلف عن باقي الفيديوهات، بعيد عن التمثيل وبعيد عن الهزار والكوميديا وكده. الليلة قصتنا عن الزول الأصل له 20 سنة. كان في واحد اسمه أوس بن غيث من قوم موسى عليه السلام. الزول ده أصل له 20 سنة. انت متخيل معي 20 سنة؟ عاش في فترة من الفترات كان العذاب والضيق شديد في القوم، وبعد الضيق والعذاب ده الزول ده كان لسه بيعصي الله سبحانه وتعالى، لحد في يوم من الأيام زولنا ده لاقى موسى عليه السلام. فقام موسى عليه السلام دعاه لله وترك المعاصي خلفه. فقام أوس رفض. هل تتخيل إنه موسى خلاص قنع من الزول ده؟ قال خلاص نخليه والزول ده ما قدر يهتدي. لا 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 لا، موسى استمر في دعوة الزول ده لحد ما كلمات موسى دخلت قلب أوس. فقال أوس أنا تائب لله، أنا تائب لله. وهنا خلى المعاصي حقت 20 سنة كلها خلاها وراه. يعني ناخذ الإبرة من القصة، مهما فعلت من ذنوب ومهما عملت من كبائر، لو تبت لله توبة نصوحة إن الله غفور رحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. صدق الله العظيم. ويقول تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. صدق الله العظيم. إن الله غفور رحيم فاستغفروه وتوبوا إليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من ذنبه كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجه. والسلام عليكم إلى ملتقى آخر بإذن الله.